اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة دايما وفي احسن حال يا رب العالمين. حابة اشكر حبايبي من داخل مصر وخارج مصر، وحبايبي اللي دخلوا عليا جديد. اقول لهم ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا رب العالمين. نورتوا قناتي واسعدتوني. ربنا يعزكم دايما ويفرحنا جميعا يا رب، وان شاء الله القناة هتكبر بيكم وليكم بإذن الله يا رب العالمين. في موضوع حابة أكلمكم عنه. الموضوع طلب مني أكتر من مرة. حابة أكلمكم كده يعني وأنا بنظف معاكم الرنجة وبعمل معاكم الرنجة بطريقتي. الطريقة دي أنا بحبها جدا. يا رب تعجبكم وتنول إعجابكم، وكل حاجة هتبقى أنا هتكلم في الموضوع وكل حاجة قدامكم. لو عايزين مقادير أو أي حاجة قولولي أبقى أكتبها لكم. بس كل حاجة يعني الإضافات كلها اللي أنا بقولها اللي أنا مش بقولها هتبقى قدامكم موجودة يعني ومعروفة قدامكم يعني متصورة. نخش بقى في الموضوع بتاعنا إن شاء الله. الموضوع اللي طلب مني موضوع المرض اللي أنا كنت مريضة بيه والحمد لله اتعافيت منه، وبدايته ايه واكتشافه ايه والجرعات اللي انا خدتها والعلاج اللي انا همشي عليه. في ناس يعني خصوصا اللي هم دخلوا عندي جديد ممكن ما يعرفوا مريضة سرطان. ما كنتش حابة اتكلم يعني، بس لقيتكم بتسألوا وفي ناس ما كانتش تعرف وبتسألني يعني انت عندك ايه. فالحمد لله انا بقول لكم يعني انا دلوقتي الحمد لله الحمد لله انا كويسة بعد ما عملت العملية، وباخد العلاج بتاعي ومكملة لمدة 5 سنين او اكتر ان شاء الله في العلاج اللي انا باخده. عايزة اعرفكم بقى بداية المرض. بداية المرض يعني المرض ده والعياذ بالله الواحد ما مش بيحس بيه خالص. هم بيسموه خبيث لانه ما لهوش اي اعراض خالص. ما بيتعبش. ما بت ما بيح... ما ب... الواحد ما بيحسش بأي حاجة خالص يعني الا هي والعياذ بالله بعيد عن اللي سامعني يا رب، وربنا ما يعودها عليا ولا يعودها على اي حد تاني يا رب. كل الحكاية اللي هو بتظهر كلاكيع في أنحاء الجسم المختلفة يعني، وكل واحد اللي ربنا كاتب له حاجة هيشوفها. عبارة عن كلاكيع. فالواحد لما يعني بيكتشف الكلاكيع ديت بيبدأ يقلق، فبيبدأ يدور على حاجة أو حد يساعده. بس أنا كانت مختلفة عني شوية، وتقريبا أغلبية يعني أغلبية المرضى بالمرض ده بيبقوا محرجين شوية اللي هم يقولوا لحد أو يبدأوا في العلاج بدري. أنا واحدة منهم ما بدأتش إلا يعني بعد شوية كده يعني من اكتشافه أنا ليا لنفسي يعني. فما كنتش متأكدة اللي ده إيه يعني، فعايزة أروح ومش عايزة لأ ده طب أستنى شوية يمكن عرض وهيزول. فخدت معايا الموضوع بتاع شهر أو شهرين اللي أنا مكشفش خالص، وبعد كده بدأت أقلق على نفسي. بدأت تظهر حاجات تانية. بدأت أنزل أروح أقرب مستشفى ليا. بدأت أكشف في اللي هي في حملات عاملينها بالنسبة للمرض دوت واكتشافه. بدأت أروح لأقرب مستشفى حكومي عندي قريبة مني. بدأت أكشف. طبعا عملوا لي أشعة عادية جدا 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 خالص، أشعة تلفزيونية. ما كانتش المستشفى مؤهلة لأي حاجة خالص اللي هي بس الأشعة التلفزيونية ديت. فشخصت لي اللي أنا لا ده ما فيش أي حاجة. روحت البيت وعاملة الأشعة وكل حاجة، روحت ومفيش أي حاجة. بدأت أتعب يعني مش أتعب، بدأ الموضوع حاسة اللي هو بيزيد وبيكبر وزادت في مناطق تانية. بدأت أروح طبعا خلاص كده يعني المستشفيات الحكومية الحمد لله الحمد لله عرفت نصيبي فيها. بدأت بقى اللي أنا أروح ومن ضمنهم مستشفى معهد ناصر للأورام. بدأت أكشف وبدأت أتابع. عملوا لي أشعة كتير، ومش أشعة تلفزيونية بس،
انواع اشعة مختلفة، لغاية الحمد لله نتيجة الاشعة ظهرت اللي هي ايجابية. فطبعا الاحساس ساعتها طبعا صادم، وكنت اتمنى الحمد لله اتمنى اللي انا ما بقاش ضعيفة في الوقت ده. بس يعني معلش، يعني الواحد او البني ادم بحد ذاته ضعيف. فسلمت امري الى الله وقلت الحمد لله انا احسن من غيري بكتير. وبدأت معايا البداية من مستشفى معهد ناصر، فكله بقى يعني يتعاطف معايا. طب ما كنت رايحة كده متخبطة، معرفش اي حاجة ولا اعمل ايه، مجرد بس كل ما حد بيقول لي اي حاجة من الدكاترة طبعا، روحي المكان الفلاني كنت بروحه، اعملي الاشعة الفلانية كنت بعملها لغاية اما اتأكدوا. جيت لغاية اما عند اخد العينة ديت قلقت منها جدا. في ناس قلقوني وقالوا لي لا انت لو اتاخدت العينة والورم كله لسه موجود فممكن يحصل انتشار سريع. فقلقت، قعدت فترة تاني، ده اللي خلاني يعني ما يبقاش المرض يعني لسه في بدايته. قعدت فترة تاني ما بين وما بين لا. بدأت اروح لدكاترة في عياداتهم، دكاترة خاصة وفي اماكن بعيدة، لغاية ما اكدوا لي انت مستنية على نفسك ليه؟ انت مستنية لما المرض ينتشر في جسمك كله، روحي اعملي اللي هم قالوا لك عليه. يعني اكدوا لي اللي مستشفى معهد ناصر اللي هي ماشية معايا وعاملين معايا كل صح يعني. روحي اعملي، خدي العينة. والحمد لله خدت العينة، خدوا مني العينة وطلعت العينة برضو ايجابية. قلت الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب. بس هي من هنا كنت بفكر بقى في عيالي. عيالي لسه صغيرين، مين اللي هيرعاهم، مين اللي هيخدمهم. قعدت افكر انا هاخد كيماوي. فالحمد لله ربنا اداني القوة واداني القدرة علشان ابقى واقفة يعني قوية علشان خاطر عيالي. بدأت رحلة العلاج بقى. طبعا مستشفى معهد ناصر قالت لي انتي كده ملكيش عندنا حاجة تاني. بدأ كل حاجة بقى بعد كده كانت طبعا بفلوس كتير. انتوا عارفين المرض ده بيتكلف، والجرعات ما كانتش ظروفي تسمح خالص 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 ولو حتى بجرعة واحدة. بدأت أبحث بقى عن مستشفيات من الحكومة عشان أتابع فيها حالتي، وربنا كرمني الحمد لله بمستشفى هرمل اللي هي دار السلام. خدت الجرعات بتاعتي فيها والحمد لله بواصل برضو. وخدت الجرعات بتاعتي، الجرعات الكيماوي طبعا. الكيماوي أعلي شعري وحواجبي ورموشي، وكنت بني آدمة تانية خالص. بس الحمد لله ربنا قواني عليه وما سابونيش طبعا. برضو تاني عملت العملية وكملت فيها الحمد لله. ودلوقتي بواصل علاجي اللي انا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو اللي هو 5 سنين او اكتر كمان من 5 سنين. الحمد لله. ربنا كده يعافيكم ويشفي كل مريض يا رب العالمين. عايزه اقول لكم كل واحده تاخد بالها من نفسها كويس جدا، ولو لاحظت اي تغيرات في جسمها تروح تطمن على طول على نفسها بدون اي ما تكسل وبدون اي يعني ما تضيعش وقت. شفانا الله وعافاكم دايما يا رب العالمين. ربنا كده يا رب يتمم عليكم نعمه ويديكم نعمة الصحة، دي أهم حاجة أولا وأخيرا. ويهدلكم نفسكم ويهدلكم حبايبكم يا رب العالمين. وانتوا تدعوا لي برضو بالدعوات ديت، أنا بدعي لكم دايما. ربنا يعلم أنا بدعي لكل متابعيني في كل وقت أنا بدعي فيه لحبايبي. ما انتوا حبايبي. بدعي فيه لولادي وبدعي فيه لأي حد ولنفسي. ما بنساش متابعيني أبدا حبايبي اللي هم خلاص بقوا جزء من حياتي وجزء من عيلتي، مع اني انا يعني والله نفسي اشوف كل واحدة فيكم. ربنا يبعد عنكم المرض
ويا رب كده اكون افدتكم بجزء ولو بسيط من التساؤلات اللي انتوا كنتوا بتسألوها لي، او لو حد كان عايز يعرف اي حاجة عن المرض ده. يا رب اكون يعني افدتكم. ربنا يعزكم وربنا يتمم عليكم نعمه. وما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم في عمايل الرنجة. على فكرة الرنجة ديت احب اكلة بالنسبة لي، وبحب اعملها بالطريقة ديت. يا رب تعجبكم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الرنجة ما بتحلاش الا بالبصل. ربنا يا رب يتمم علينا نعمه كده، ونفضل ناكل كل حاجة في الدنيا من ثمار الدنيا والآخرة يا رب. وربنا يا رب كده ما يتعبناش، ونبقى يعني ما يبقاش نفسنا في حاجة يعني وايه وما ناكلهاش، حتى لو حاجة بسيطة يعني منها. ربنا لا يحرمكم من نعم الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا ما يحرمكوش من حاجة، ولا يحرمكم من أعز ما ليكم ومن صحتكم أولا وأخيرا. أنا والله مش عارفة أقول لكم إيه، بس انتوا فعلا انتوا عزاز عليا، علشان كده أنا اتكلمت في الموضوع ده، لأنكم طلبتوا مني كذا مرة. وفي ناس كمان ما يعني دخلت عندي في القناة ما تعرفش أساسا، ما كانتش تعرف اللي أنا أساسا كنت تعبانة ولا اي حاجة. بس انا الحمد لله يعني دايما بقول لنفسي انا كنت تعبانة وخفيت. دايما بقول لنفسي كده انا كنت تعبانة وخفيت. اولا واخيرا ببقى قوية يعني بالكلمتين دولت، بس اولا واخيرا يعني ربنا هو اللي مقويني. ربنا هو اللي مقويني علشان خاطر عيالي وعلشان اشوف مصلحتهم. ربنا يا رب كده يبارك لكم في حبايبكم، ويتمم عليكم نعمه. اللهم امين يا رب العالمين. الدعوة دي دايما بدعيها لنفسي وبدعيها لحبايبي، يا رب تكون من نصيبكم. يلا، يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.